السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن زيزو طالع مع ابراهيم مع ابراهيم فايد. كابتن زيزو طالع مع ابراهيم فايد وبقى بيحكي بقى الظلم والكلام الجميل ده، فانا بسمع كأنه صادق، لكن في نقطتين كده قالهم يعني تلاحظ كمية الكذب اللي طالعه من وشه. يعني اولا بعيدا عن ان حركات عيونه وكلامه في كلام كتير تحس ان مش شخص صادق، لكن في نقطتين لو انا هتخيل ان انت شخص صادق، في نقطتين بس عايزين نتكلم فيهم. اول نقطة وهي ان جالك عرض من نادي اوروبي اسمه نيون ب6.5 مليون دولار يورو. انت قلت يورو، واليورو اكتر من الدولار، يعني دي حاجة يعني فيها ايه، عارف انت كلمة انا حالا اعترض، فدي حاجة احلى، يعني احلى 3 احلات. الاحلى الاولى هي ان انت لما يجيلك عرض ب6.5 مليون في نادي زي الزمالك بيشحت المليون، يعني هو مشكلته معاك يجدد لك ب2 مليون، وناس بتقول لا نبيعه بال2 مليون ونجيب بداله 3 لعيبه 4 لعيبه حلوين من ايه، من لسه ما تعرفوش. فانت تقول جالك 6.5 مليون ازاي والزمالك ما باعكش؟ انا عارف ان الاداره غلطت ولا اداره غبيه ان هي ما باعتكش من الاول، جميل، وده خوفا من الجمهور، لكن ان انت تقول ان جالك 6.5 مليون يبقى انا راجل اهبل لو صدقتك. النقطة التانية 6.5 مليون ليه؟ الاحلى التانية 6.5 مليون ده تريزيجيه اللي هو اصلا محترف بره وجاي من بره للاهلي، الاهلي دافع فيه 6 مليون و600 يورو، برضه الاهلي دافع في تريزيجيه 1,600,000. ازاي انت ب6.5 مليون؟ المفروض ان اوروبا ما تاخد من افريقيا لاعب لسه ما احترفش في اوروبا، جايباه من افريقيا بتجيبه رخيص، اسمه ديدي دروجبا كان ببلاش وميدو كان غالي، الاتنين رايحين مع بعض نفس الفريق، بس ميدو جاي من فريق اوروبي من اياكس، ودروجبا وقتها كان جاي لسه من افريقيا مش مشهور، فكان ميدو بياخد اكتر ب4 اضعاف دروجبا. فمفروض ان تريزيجيه يبقى اغلى منك كتير بره لان هو جاي من فريق اوروبي، لكن انت جاي من الزمالك وعايز تقنعني ان انت كان هيندفع فيك 6.5 مليون اكتر من تريزيجيه ب4 اضعاف. ليه؟ الاحلى التالتة لو انت هتاخد 6.5 مليون دولار ما روحتش ليه؟ انت بعد ما الزمالك عقدك خلص معاه وبقيت فري ما مضيتش ليه مع اسمونيون ورحت الاهلي اللي دافع فيك بلسان الخطيب 2 مليون دولار، 100 مليون مصري، 50 على الورق و20 اعلان و30 دعايه ورعايه وحاجات من دي، يعني دافع فيك 2 مليون، الاهلي دافع فيك 2 مليون من لسان الاهلي نفسه، فانت جالك 6.5 وما رحتش ليه؟ انت خلاص، انت النادي الزمالك خلاص انت بقيت فري، ليه ما رحتش انت نيون؟ ليه ما كلمتش نيون قلت لهم خلاص انا بقيت فري؟ ليه نيون ما دفعلكش البتاع ده حلو الشرط الجزائي وكنت مشيت؟ ده انت بدفع فيك في الاهلي 2 مليون، ازاي فرق 4.5 مليون ليه يا عم؟ ده لو راح بيراميدز مش هيدفعهم لك، هيعلي نص، هيعلي مليون لو انت جامد قوي، لكن 4 مليون زيادة هيدفع فيك 3 اضعاف ليه يعني؟ هو ده لو خليج ما عملهاش، انت بتكذب يا بابا. طيب نقطة كمان بتقول ايه؟
بيقول لي مصطفى، بيقول لي ابراهيم فايق، انا قلت للنادي والله عايزين تبيعوني بيعوني، مش عاوزين قادرين تدفعوا للعيبه بتاعتكم اللي هو يعني، فخلاص جددوا لي، عايزين تجددوا اللي هو ايه، هتجددوا لي بالسعر بالسعر الجديد، بالسعر. طب ما انت من 3 سنين عمال تقول طب ما انا مضيت من 3 سنين ما مشيتش ليه؟ ما انت ماضي بسعر جديد يا بابا، انت كنت بتاخد ملاليم. مرتضى منصور جدد لك بسعر مش موجود في القاره كلها، كنت اغلى لاعب في الدوري المصري. حسين الشحات ما كانش بياخد زيك، اللي هو جاي من العين الاماراتي اصلا. لاحظ انت بتقول ان هم اللي كدابين، اداره الزمالك هم اللي كدابين، او الناس اللي اتكلمت عن الموضوع وانت ساكت كل الفتره دي مش عايز تتكلم وتطلع تقول يا جماعه ده هم اللي بيكذبوا وهم الكدابين. تعالى كده اسال اي واحد، اي بتاع ده، اي رئيس نيابه درس علم نفس حلو، اما بيجيب الافراد كده كل واحد على حده بيحكوا نفس القصه يبقوا صادقين. لو كل واحد قال كلام مختلف عن التاني يبقى هم بيكذبوا، فيهم ناس بتكذب. مستحيل يبقى كلهم ميدو يطلع يقول نفس الكلام، حازم امام يطلع يقول نفس الكلام، كله يطلع يقول ان انت وابوك اللي انتوا عمالين ايه تقضوها وتطنشهم وبتاع بتتلعبوا بالوقت، وانت اللي كل دول اللي كدابين، وانت اللي كلهم يقولوا نفس الكلام بالحرف. طب كمان واحد من مسؤول التعاقد في الاهلي طلع وقال ان انت وابوك طماعين جدا من 3 سنين لما جه الاهلي يمضي معاك وطلبتوا زياده ورحتوا البيراميدز، وعرف انتوا رحتوا البيراميدز وبيراميدز ما عرضش الرقم اللي انتوا عايزينه. المهم في الاخر زمالك هو اللي شربك وقعدك عنده ودفع لك الايه، دفع لك الرقم اللي ما حدش فيه في الاهلي ولا بيراميدز دفعه. انت اصلا الاهلي اللي انت رايحه انت مفضوح فيه، انت اصلا اللي انت رايحه فضحك، وقال ان انت اصلا بتاع ابوك بتاع فلوس، يعني انت اصلا مش هتبقي حاجه على الفلوس او ابوك، يعني انت طالع تمثل، انت طالع تمثل ومش عارف ايه وبتاع. النقطه الثالثه بيقول لي ايه، بيقول لي ابراهيم فايق انا كل الفتره دي وقعدنا معاه انا كل الفتره دي كلها ما تعادش معايا غير مره. ابراهيم فادي يقول له بتاعت نيون، قال له لا في مره بعدها في شهر 11. انت لسه بتقول مره واحده، بقوا مرتين، ولو انضغط عليك شويه هيبقوا 3 و4 و5 و10 كمان. انت بتكذب، وطالع معاك مذيع بيفرش لك، مش مذيع بيوقعك في الكلام ولا بيضغط عليك في الكلام عشان توشك يحمر وتبدا. ما هو الكذاب دايما بيغلط بقى، يمسك له طرف هنا وطرف هنا وطرف هنا تلاقيه بيهبل، بيقول كلام متضارب مع بعضه. لكن ابراهيم فايز احكي يا بابا، احكي للناس، ما بتضغطش عليك في حاجه، مش واحد عمال يزنقك في الكلام. لا ابراهيم فايق طالع اصلا يفرش لك، ريفريش لك. طيب يا كابتن زيزو، هو مش الموضوع خلص؟ انت طالع ليه حالا تتكلم كده كده؟ جمهور الزمالك مش هيسمي عليك، عارف ليه؟ لان انت رحت الاهلي، انت ما رحتش اي حته، فكده كده مش هيسمي عليك، وده الطبيعي. حسام حسن بجلالة قدره هو وابراهيم اخوه، الاهلي هو اللي قارشهم او مش عاوزهم، بيماطل معاهم في التجديد، لا اخلي حسام لا ابراهيم لا، طب سنه طب ربع طب نص. ولما طلعوا وقالوا طب احنا عايزين نقعد في الاهلي باي رقم، والاهلي هو اللي برضه في ناس مش حابين حسام وابراهيم، حسام وابراهيم بس علشان راحوا الزمالك الجمهور بقى بيشتمهم. ده طبيعي يا بابا، لو كانوا راحوا في اي نادي تاني في العالم كان عادي، لكن هم راحوا الزمالك، فده طبيعي كده كده الجمهور مش هيحبك، جمهور الزمالك مش هيحب. انسى اللي انت طالع تحكي ده كله، كده كده هي مقفله مع جمهور نادي الزمالك عشان انت رحت الاهلي، تبقى الموضوع خلصان. فانت طالع ليه حالا تتكلم؟ ده الموضوع خلصان، طالع ليه حالا؟ ده خلصان. انت النقطه الرابعه يا زيزو، انت والله انت بس انت الخطيب اللي شربك، الخطيب هو اللي شرب الاهلي فيك. انت مش احسن وينج في مصر، بقى في ابراهيم عادل، بقى في مصطفى فتحي،
جميل. بقى في عاطف قطه، التلاته احسن منك. مصطفى فتحي حريف، انت ما بتمرقصش زي مصطفى فتحي. مصطفى فتحي واحد لواحد بيعدي، انت ما بتعديش واحد لواحد يا عزيز، انت اخرك اوفر، اخرك اوفر شوطه. ولو لما تيجي مصطفى فتحي بيشوط وبيمرقص وبيعمل كل حاجه. قطه اتفرج عليه في اللعب بيلعب مش مركز، ده كذا مركز. ابراهيم عادل، بص ما متهيأليش ان في افضل منه جناح في مصر حالا، ولا حتى بن شرقي. انت كل القصه ان الخطيب بيعاند، والخطيب واخدها حرب ادارات، وانا عرفت اخد لاعب من الزمالك، وعرفت اضرب اداره الزمالك على قفاها، وعمال ايه واخد باصص لها ان هو ده دوري ادارات مش دوري كوره، مش مسابقه في بطوله، لا ده مسابقه في بطوله الادارات، مين الاداره اللي تضرب التانيه اكتر. فهو فاهمها كده، فبيلبس الخطيب. والله ما بيعملش الصح من الاهلي. الخطيب عمال يلبس صفقات بالهبولي، راح يجيبك انت وفي احسن منك في بيراميدز 4 احسن منك. رمضان صبحي، كلهم بيلعبوا في نفس في اجنحه. رمضان صبحي، ابراهيم عادل، قطه، مع اسمه مصطفى فتحي. 4 لعيبه برقبتك، اللاعب فيهم باتنين 3 منك، اللاعب فيهم. وانا مش بقول حالا دلوقتي، ده انا من ساعه ما مصطفى فتحي مشي من الزمالك كنت بقول ليه، وعملت فيديو موجود في القناه وانا بقول مصطفى فتحي يا زيزو ما كان في ماتش اللي بعد ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي كسبوا 5-3. كنت بقول لازم ما تحطش راسك براس مصطفى حريف واحرف منك بكتير. ولما مشوه هو وانت فضلت، انا استغربت. بس مشوه هو ليه؟ عشان مصطفى كان جاي له عقد والزمالك كان فاضي فلوس. النهارده الزمالك ضخ فيه اقتصاد، الزمالك بقى بينضخ فيه فلوس حالا. حلو، وهتشوف الفرق في الايام الجايه، وهتعرف ان انت وهتندم ان انت سبت الزمالك ليه. هقول لكم كلكم يعني ايه هو ليه. انا وانا صغير وانا اهلاوي كنت بقول انا لو لعبت لو جالي ان انا العب في الاهلي والزمالك انا اختار الزمالك، وانا اهلاوي جدا. ليه؟ عشان الزمالك بيدلع لعيبته وبيطبطب على اللعيبه. يعني لاعب زي شيكابالا في حاجات كتير لو كان عملها هو في الاهلي الاهلي كان ممكن يوقفه. الزمالك لا، الزمالك بيدلع اللعيبه قوي. النهارده الاهلي مبادئه اتغيرت مع الخطيب، وبقى عادي اللي يشتم ويجيب لاعب كان بيسب لصالح سليم والعيله صالح سليم كلها عادي، والمبادئ اتغيرت. لكن في العموم الزمالك اصلا عشان ما عندوش فبيطبل، بيقعد يدلل في اللعيبه ويبوس ايديهم، طب عايز كام، طب هديهم لك، بس مش ايه، مش بشكل منتظم، طب نقسط، طب نجدول، طب نعمل، هو ده. لكن انت هتعرف ان في الاهلي، شوف بن شرقي بقى مش طايق. ليه؟ علشان مش شايف المعامله بتاعت الزمالك الجمهوريه. بن شرقي ويبوسوا ايديه ويبوسوا رجليه ويقعدوا يطبلوا له بين قلب ويعملوا له يفط. ما هو شايف ده، هو لاعب زي بقيه الفرقه جنبيه كذا حريف، مش هو بس لوحده حريف. بقى عادي واحد من ضمن 11 لاعب ولا 22 لاعب بيلعبوا كلهم عادي، ممكن يطلع في اي لحظة وبينزل في اخر الدقايق. ايه اللي حصل؟ انت هتعرف بعدين. وامام عاشور احرف منك بكتير. المهم انت مبروك عليك الاهلي، ومبروك الاهلي انت. والايام هتوضح هو كان قرار صح من الخطيب ولا كان مجرد عند في الزمالك. هل انت هتفيد الفرقه ولا كان في غيرك احسن منك يفيد الفرقه جوه مصر وبره مصر؟ شفت الولد الجناح بتاع صن داونز، طب بلاش بتاع شفت الولد الجناح بتاع اسمها الفرقه اللي لعبت بيراميدز قبل النهائي اسمها ايه، اللي هي برضو من جنوب افريقيا. العيال دي احسن منك بكتير قوي. انت اخرك اوفر، انت ما بتعرفش مرقص واحد لواحد. هات لي موقف كده متصور لك وانت بتعدي واحد لواحد وتروح وانت بتمرقص واحد لواحد. ده اخرك تجري على الفاضي وارفع اوفر، اجري على بره وارفع، انما تمرقص لجوه كده زي شيكابالا ولا مصطفى فتحي ما بتعملش الكلام ده. اللي بيعمل الكلام ده في الاهلي حسين الشحات، امام عاشور، بن شرقي، انت لا.
سلام عليكم.